السلام عليكم دراري الدريات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اسماعيل البقالي. من بعد الغياب طويل اللي صراحة ولفتوه معايا في هاد لاشين هادي، بغيت نقول لكم بلي هاد لاشين هادي وليت كنلوح فيها فيديوهات مرة باش اما نحفزو الدراري، اما نوعيو الدراري، اما باش نشاركو معاهم انفورماسيون جديدة على حساب الطريق ديال المانيا كما كتعرفوا دائما. وبالنسبة لهاد الفيديو هذا غادي يكون ان شاء الله يعني سبيسيال، حيت غادي نهضر فيه على واحد النقطة اللي كنشوفها صراحة ماشي غير سلبية انما كارثية في الطريق من المانيا، وغادي نشرحوا فيها كلشي ان شاء الله. خليكم معنا حتى لاخر الفيديو بحال دايما، ما تنساوش الجيم كومونتير وسبسكرايب، ونبداو الفيديو ان شاء الله. ليتس جو. مؤخرا انتشرت واحد الظاهرة اللي كنشوفها انا صراحة خطر على الشباب والدراري اللي كيبداو ولا اللي عاد ناويين يبداو الطريق الى المانيا، واللي هي كثره ديال الريلات وكثره ديال الموتيفاسيون الكاذبه، وبعض ديال الريلات اللي كيلوحوها اصحاب الستوريات اللي كنقولوا عليهم دائما، واصحاب السونترات، والناس اللي كيقدموا خدمات الدراري اللي ماشيين ولا اللي باغيين يجيو للالمان ان شاء الله. باغ اكزومبل كيعيشوا الانسان ولا كيعيشوا الدراري في واحد الوهم ديال ان المانيا بيرفكت والطريق ليله سهله وغادي كتسهل، ولكن هذا ماشي هو الواقع. الواقع حاجه اخرى. الواقع اللي كنعيشوه ماشي هو اللي كيتشاف، ماشي هو اللي كيتصنع في الريلزات اللي كنشوفوهم في انستغرام كل نهار. قرا المانيا وغادي تجي للالمان بيان سور. دونك اول نقطه، واش المانيا باقا محتاجه الدراري؟ بالنسبه لي هذا السؤال هذا غادي نجاوب عليه في جوج النقط. النقطه الاولانيه هو كنقولوا بانه الشركات في المانيا محتاجين الناس عندهم نقص في العمل والمهاره، عندهم نقص في الكفاءات ولكن حاليا الشركات في المانيا كيعانوا واحد العجز مالي كبير بسبب المنافسه الصينيه وانزباط. ما ندخلوش في لي ديتاي باش ما نولوش في واحد الفيديو اللي كيفسر حاجات اقتصاديه. دونك اولا الشركات الالمانيه عندهم نقص كاينه. ثاني حاجه، واش عندهم كاباسيتي ماليه باش انهم يفينونسيو ديك الشتيله ولا ديك الوظائف اللي كيقلبوا عليهم؟ هي لا. الشركات عندهم نقص موظفين ولكن ما مستعدينش انهم يخلصوا الموظفين اللي غادي يجيو. عندهم الدراري قلالين ولكن في نفس الوقت ما عندهمش القدره الماديه باش انهم يزيدوا يخدموا معهم عباد الله اخرين، حيت كيحاولوا يوفروا، حيت بسبب بزاف ديال العوامل. باغ اكزومبل الحرب اللي كاينه في الشرق الاوسط وسلاسل التوريد اونزوفايتا ما كيقدروش ولا ما بقاتش المعاملات ديالهم في حاجه بحال هذه، والاقتصاد الالماني صراحه غادي وكيضعف. ما كنقولش هادشي باش نفشلكم، ولكن باش نحطكم في امر الواقع وما تعيشوش في الاحلام. اول وثاني حاجه، الانسان ولا المواطن الالماني ولا الشركه الالمانيه ما كتقلبش على الحاجه البعيده، ديما كيشوفوا في النواحي ديالهم، حتى كيتاكدوا مره بانهم ما يقدروش يجيبوا اتسوبي ولا عامل من النواحي ديالهم، عاد كيشوفوا كيدوزوا من الطريق ديال العامل الماهر من دول اخرى. والنقطه الثانيه اللي كنبغي نوضحها واللي كنبغي ننبه ليها الدراري هي انه حاليا ما بقاتش منافسه غير مع الدول ديال الشرق الاوسط ومثلا مصر والنواحي وشمال افريقيا، انما دازت اسيا وبالضبط الهند. وملي كنهضروا على الهند كنهضروا على واحد العماله ماهره عندهم العقل، خصوصا في المجال ديال الاي تي، وبيان سور بواحد الصالير اللي طايح بزاف. دونك الناس ديال الاسي صراحه فين ما مشاو كيطيحوا السوق. ما كنقولش هادشي باش كنتشكى، انما كنقول هادشي باش نوعيو الناس. وحاليا المانيا كنستنى واحد المعاهده مع الهند باش انهم يجيبوا العماله الماهره من تمايا في الدومين ديال التمريض والاي تي والانفورماتيك. وهادشي اللي كاين. دونك النقطه الاولى اللي غادي نشير ليها، ما تسيقوش باي ريل كيقول لكم الطريق الالمانيه خصها غير هذه وهذه وهذه. الطريق الالمانيه باقا خدامه ولكن ماشي بنفس الوتيره وماشي بنفس العطاء في حاجه هذه. كيقول لك مثلا قرا البي 1 وغادي تلقى كونطرا وغادي تجي للالمان. وما بين كل ستار وستار
حرب ديال اللغه، حرب ديال التقلاب على الكونطرا، وحرب ديال انك قبل من هادشي تصاوب واحد الدوسي اللي مزيان واللي غادي يقنع المشغل اصلا باش انه يعطيك فيه خطر. ما بين هادشي وهادشي كاين بزاف ما يتقال، ولكن ما غاديش نديطايو في كل حاجه باش ما يكونش الفيديو طويل. دونك الحاجه اللي كنبغي نزيد ننبه ليها وهي انه ما تثقوش في صحاب السونطرات اللي كيقول لكم المانيا باغا بنادم. هي ماشي ما باقاش نبغى بنادم، ولكن ماشي بنفس الوتيره بحال شحال هادي. حاليا اذا ما كانش الدوسي ديالك فغي سبيسيال ما غاديش تقبل، من ناحيه ديال اللغه، من ناحيه ديال الاوفكاب، من ناحيه ديال المهارات اللي عندك، من ناحيه ديال التميز وصافي. الا ما كنتش سبيسيال ما غاديش يدوز. مثلا عندك الباك، عندك والبي ايز، هادشي ماشي كافي، وعندك ستاجات، هادشي ماشي كافي. زيد فورماسيون، كون متميز بشي حاجه في الدومين ديالك اللي باغي تدفع عليه، اللي ما غاديش تكون عند الناس اخرين. مثلا الناس ديال الكافي فغا ما يكونش عندك غير بي ايز وبيرمي والباك، زيد بيرمي دي، زيد بيرمي اي سي. هادشي راه كيفتح بزاف ديال البيبان. ولكن انت عندك دوسي كيشبه دوسي اخر وبحالو 1000 ولا 2000 الناس في المغرب ولا 3000 كاع، وحنا عارفين المغرب 40 مليون. هذا على المغرب، نتسناو نشوفوا الجزائر، مصر وتونس والناس ديال اسيا حتى هما عندهم نفس الدوسي. ايوا الشركه الالمانيه اين واحد غادي تختار، واخا يكونوا عندها حتى 20 اتوبي في العام، ما غاديش يكونوا نفس الفرص. دونك الله يخليكم حاولوا تميزوا في الدوسيات ديالكم، حاولوا تكونوا زايدين النغزه كيف ما كنقولوا على الدوسيات اخرين باش كيزيدوا لكم الفرص. سينون غادي تبقى غير دفع. هادشي اللي كنبغي نقول. حاجه اخرى، ما تنساقوش نحيو الفيديوهات ديال الموتيفاسيون الخاويه بحال هادوك لي زانفلونسور اللي كاينين في الالمان. بصراحه ما كنسميهمش انفلونسر، انما فلوكرز اللي كاينين في الالمان. ما كنهضرش عليه بيان سور، حيت انا ما كنعملش فلوكات وما كنعطيش نصائح الدراري وكنبيعهم الوهم. انا غير كنقول داكشي اللي كاين، اللي كيقول لك وهنا في الالمان كاين كذا وكذا وكذا وغادي تعيش بخير. ايه، ولكن واحد الصالير محدود. يعني بحال اللي خدام في المغرب ولكن مخلص بالاورو ومخير في الالمان راه كيجمع العام كامل باش يقدر يمشي للمغرب. بيان سور كاين الناس اللي ما كيحتاجوش يوفروا بزاف ديال الشهور باش يمشيو للمغرب ويعيشوا واحد الصيف اللي مزيان، واحد الوقت اللي مزيان في المغرب، ولكن الاغلبيه راه عايشه هيدا هنايا. ما يكذب عليكم حتى واحد. وهذا الشيء ما كينطبقش غير على المانيا، انما كينطبق على جميع الجاليات المغربيه اللي كاينه في اوروبا وحتى في العالم. هنا غادي تعيش مضخم بخير كلشي هو هذاك، ولكن ماشي بديك النيفو اللي كتخيلوا. انت مثلا ماشي هنايا اوسبيلدونغ، وبقيت حياتك كامله هنا اوسبيلدونغ، ما طورتي من راسك، ما عملتي فيتاميلدونغ، ما عملتي شي بزنس ديالك، شي بروجيكت، ما عملتي علاقات، ما عملتي معارف. كيفاش غادي تطور راسك؟ يقول لي. دونك السؤال ماشي هو سؤال واش الالمان فيها فرص ولا لا. الفرص انت اللي كتصنعهم من راسك، سواء في المانيا ولا في المغرب. وهذوك اللي جابوها في المغرب مالو، حتى هما في المغرب وبداو من الزيرو مثلا وعطاو اللي عطاو وجاب الله التيسير. السؤال كاين واش استغليت الفرصه في الوقت ديالها ولا لا. هذا هو. دونك ما نطولش عليكم فيديو، هادو هما النصائح اللي كانوا في هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو فتح لكم العينين ديالكم شويه على الواقع اللي كاينين في المانيا. وكيف ما ديما كنبغي نشكر الدراري والبنات اللي بيان سور حتى هما كاينين عندنا في لاشين على المشاهده ديالكم حتى لهاد النقطه هذه. تبارك الله عليكم. كان عندكم شي اسئله خليهم في الكومونتاريوس، غادي نجاوب على كلشي ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله ييسر لكم كاملين وتجيو كاملين ان شاء الله لالمانيا وتعيشوا بخير وعلى خير وتفرحوا والديكم وتوصلوا للاهداف اللي كتمناهم ان شاء الله في الحياه، وما يكون غير الخير ان شاء الله. كما كنقول لكم ديما ردوا البال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تهلاو.